سلام لأهلنا الغالين وناسنا الطيبين، شلونكم أخباركم؟ يا رب الكل بخير وعافية. واليوم ملتمين ببيت العائلة، حبيت أخذكم بطلعتنا أنا والبنات، أكيد برفقة الوالد ربي يحفظه ويخليه. طبعا هنا الوالد ما يحب يطلع إذا ما ينظف السيارة ويجهزها حسب اللي يقدر له، لأن إحنا دائما نتأخر بالطلعة. إن لا يشوفنا نقعد بالسيارة يلا يشغل السيارة. كتبونا بالتعليقات إذا أنتوا تتأخرون بالطلعة مثلنا لو لا. وراح يصير طلعتنا ببساتين النجف، بعدها يصير وقت العشاء ونتعشى برا. خليكم بأجواءنا وسمعوا قصة صديقتنا ومتابعتنا. تقول عندي أخت أصغر من عندي، تبنوها أقاربنا منذ الولادة، بس صلة القرابة جدا قريبة بينهم، وعاشوا سوا لحد عمر الطفلة 3 سنوات. بعدها توفر سكن خاص بيهم وانتقلوا بيه، وبقت الطفلة عند أقاربهم، ولحد الآن صار عمرها تقريبا 23 سنة أو 22 سنة، وماكو أي تواصل بينهم. وهنا الأخت الأكبر تريد توصل لأختها وتشوفها بأي طريقة، وإن شاء الله يا ربي تشوفيها بأقرب وقت وترجع لأحضانكم، وربي يلم شملكم وتبقى الأخت سند لأختها. وخلصت قصة صديقتنا ومتابعتنا، وتنتظر رأيكم بالتعليقات، وإن شاء الله يا ربي متقصرون وياها. ومثل ما تشوفون هنا احنا بهذا الصوب الثاني مال الكورنيش، نتجول بالبساتين. طبعا كان وقت كلش حلو بين المغرب بين العصر يعني، وصار وقت المغرب واحنا نتجول بشوارع الكوفة مثل ما تشوفوها، وتزهر بأضويتها ونظافتها. إن شاء الله يا ربي تبقى النجف والكوفة بهالطلة وهالنظرة الحلوة. طبعا هنا صار وقت العشاء وإحنا ما راح نرجع للبيت وراح نتعشى بالمطعم. وأكيد اللي يجون دائما للنجف ويعرفون هذا المطعم بنظافته وبأكلهم الطيب وترتيبهم، ولا بأس بالمطاعم اللي موجودة بالنجف كلها على مستوى بالذوق والطعم. ربي يرزقهم ويحفظهم بالخدمة كلش مرتبين. بس احنا متعودين على، ومثل ما تشوفون هنا اسم المطعم ثابت، بس ما راح اقدر اصور اكثر لانه المطعم له خصوصيته والناس عوائل موجودين بيه، ما راح اقدر اصور اكثر من هذا. مثل ما تشوفون نظيف ومرتب على حسب الاصول، وهنا راح نطلب كل من حسب مزاجه وحسب اللي يحبه. ولهنا وصلنا لختام الفيديو، أتمنى نال إعجابكم، أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.